السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ده ان شاء الله تاني فيديو في الكورس اللي احنا بدأنا شرحه. لو ما اتفرجتش على اول فيديو فانت مش هتفهم الفيديو ده، فان شاء الله هتلاقيه في القناة قبل الفيديو ده على طول، وبرضه هسيبهولك في الوصف تحت وفي التعليقات هتلاقي اول تعليق مثبت. في الفيديو ده ان شاء الله هنشرح انواع الشبكات بتاع الكمبيوتر. الفيديو اللي فات عرفنا يعني ايه شبكة باختصار شديد جدا، والحاجة اللي انت هتحتاجها فعلا في سنة تانية. في الفيديو ده ان شاء الله هنشرح يعني ايه شبكة بالتفصيل، وهديك انواع الشبكات اللي انت خدتها في سنة اولى وزيادة عليها كمان. طيب قبل ما ندخل على الشبكات، احنا ازاي قسمنا الشبكات دي؟ بناء على ايه يعني؟ على القوة بتاعتها، على المساحة اللي هي بتغطيها. الشبكة في بيتك غير الشبكة في البنك او شبكة الانترنت، عشان كده العلماء قسموها جغرافيا. ركز لي بقى على الكلمة دي قوي قوي قوي، وخلينا نظللها كمان جغرافيا دي الى 4 انواع رئيسية. انت خدت في سنة اولى آه، اللان والوان بس، ان شاء الله هنراجع عليهم وهنشرح كمان نوعين زيادة. اول شبكة وهي البان، اجيب لك من اصغر حاجة لاكبر حاجة. طيب ايه البان دي؟ بيرسونال اريا نتورك. اعرف اهو، بيرسونال حاجة بتاعتك بان، هي شبكة مخصصة لشخص واحد لربط أجهزته الذكية القريبة منه جدا في نطاق مساحته الشخصية. طب المدى بتاعها قد ايه؟ المدى الجغرافي بتاعها حاجة بتاعتك، فطبيعي ان المدى بتاعها يبقى قليل جدا، من 10 ل15 متر. زي ان انت تربط التليفون بتاعك بالساعة السمارت او بالسماعة الايربودز عن طريق البلوتوز. طالما حاجة بتاعتك انت بتستخدمها لوحديك، كده بيرسونال اريا نتورك. وهنا برضو هوريك شكلها او صورة ليها اهو. انت بتوصل التليفون بتاعك باللابتوب، السماعات، الموبايل، الطبعة، الماوس، حاجة بتاعتك بيرسونال، مفيش ابسط من كده يعني. ندخل على الشبكة اللي انت خدتها في سنة اولى، لوكال اريا نتورك، الشبكة الاكثر انتشارا واستخدام عالمي. ليه؟ هنفهم دلوقتي، او خلينا نديك مثال الاول عشان تفهمها. ابسط مثال ليها الواي فاي. انت عندك جهاز راوتر في البيت، تستخدمه لوحديك؟ لا، كذا حد بيستخدمه مثلا في البيت، كده لوكال اريا. لكن لو انت بتستخدمه لوحديك كده بان، بيرسونال اريا. المدى الجغرافي بتاعها مساحة محدودة برضو. اكيد الواي فاي مش المدينة كلها بتستخدم الواي فاي بتاعك، مش الشارع كله بيستخدمه، لا انت بس اللي بتستخدمه. او كمبيوتر المعمل بتاع المدرسة بيبقى فيه كام كمبيوتر كده متوصلين برضو بلوكال اريا، ده برضو اسمها لان. سرعة النقل بتبقى سريعة جدا، مستقرة بسبب قصر المسافة والاعتماد على التقنيات مثل كابلات الإيثرنت أو الواي فاي. اللان فيها شوية مميزات، عشان كده هي الأكثر استخداما وانتشارا بين الناس وبين المنازل والأشخاص يعني. سرعتها فائقة زي ما قلنا عشان قصر المسافة، أمان عالي عشان شبكة خاصة بتاعتك أنت بس، الواي فاي بتاعك، فأنت تقدر تغير كلمة السر، تشوف مين اللي متصل مين اللي مش متصل كده. ومشاركة الموارد بتبقى سريعة جدا برضو. لو في طبعة مربوطة بالواي فاي وبالموبايل تقدر تطبع. لو في وحدات تخزين، فانت بتنقل بياناته من غير اصلا ما تطلع على الانترنت، تبقى شبكة داخلية. دي بيخليها ليها شوية مميزات كده لوحديها. نروح على الشبكة اللي بعديها. خلينا نتكلم على النقطة الأول. لحد هنا كان حاجات شخصية بتاعتك انت بس، البان واللان، بيرسونال ولوكال اريا نتورك بتوعك. لكن بقى مع التوسعات الجغرافية في الشركات والمنظمات الكبيرة بدأ يظهر الاحتياج لشبكات تاني. ندخل على أول واحدة، المان. شبكة متوسطة الحجم، مصممة خصيصا لربط عدة شبكات محلية لان متقاربة من بعضها في نطاق أوسع. زي ما قلت لك احنا احتاجنا للحاجة دي، فطبيعي ان احنا نعمل شبكة جديدة مان تربط كام لوكال اريا مع بعض، فبتسمى المان. زي ايه؟ زي مثلا يبقى في بنك ليه كذا فرع مثلا في القاهرة، فرع كذا فرع في أماكن بعيدة،
لكن هما نفس الشركة ونفس البنك، فطبيعي لازم يبقى فيه شبكة بيناتهم، او شبكة كاميرات المرور كلها لازم تتوصل ببعض في المدينة. هي دي المان. بين اللان يعني اول حاجة بيرسونال، بعد كده اللوكال، بعد كده المان، بعد كده الوايت اريا اللي هي الوان. المان بقى بين اللان وبين الوان بالترتيب اهو. ندخل على الوان. انت برضو درستها في سنة اولى، وهي وايد اريا نتورك، تسمى ايضا شبكة الشبكات العالمية. لو جيت للمصطلح ده، اصلا المصطلح ده تعريف الانترنت. تعريف الانترنت هو شبكة الشبكات العالمية. يعني الانترنت هو عبارة عن وان كبيرة جدا، رابطة بقى كل حاجة، السيرفرات والكمبيوترات بتاع العالم كله والشركات كلها والأقمار الصناعية كلها، وكل حاجة مربوطة ببعض عن طريق لان، عن طريق وان أقصد. طب هي الوان مفيش حاجة اسمها وان لوحديها، الوان عبارة عن مان وبعد كده بتنزل لوان، لكن التجمعات كلها أدت لتكوين الوان. المدى الجغرافي بلا حدود جغرافية على الإطلاق، تربط المدن والبلدان والقارات كلها ببعض. آلية العمل متطورة جدا زي كابلات الألياف الضوئية الممتدة في قاع المحيطات والأقمار الصناعية كلها. أقوى مثال على الكوكب هو شبكة الإنترنت. إذا أنت أصلا يعني بتسمع الفيديو ده دلوقتي عن طريق الوان، يعني لو مفيش حاجة اسمها وان، ما كانش في حاجة تبقى إنترنت، مش هتقدر إن أنت تشوفني دلوقتي أو تسمعني دلوقتي. تدرج المساحات الجغرافية هو اللي أدى للظهور ده. اهم حاجه ان انت تعرف الشبكات اتقسمت بناء على ايه، بناء على التسلسل الجغرافي والمنطقي ليها. من اول البان اللي هي 10 متر لحد بقى الوان اللي هي مئات الكيلومتر من الشبكات المربوطه ببعض. ودي كده الخلاصه بتاعه الفيديو. ان شاء الله يا رب يكون استفدت والمعلومه وصلت ببساطه شديده جدا. انا بقول لك ده كورس، اللي مش عارف حاجه يراجع يسمع الفيديو، بس هو كده فهم ان شاء الله. وده مخطط كده بسيط علشان يعرفك المساحة الجغرافية بتاع كل شبكة. ولو وصلت لحد هنا فأنا بشكرك جدا، وما تنساش بقى تشترك في القناة وتعمل لايك للفيديو عشان زمايلك الباقيين يشوفوه، واستنى الفيديو الجاي عشان أهم من الفيديو ده كمان، أو كلهم متسلسلين على بعض، وأول ما ينزل إن شاء الله تبقى أول واحد تسمعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.